رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الفيديو اللي كلكم انتظرتوه وكلكم بتسالوا ما عملتيش تفريزات ليه. هنعمل النهارده حلقه تفريزات تحفه، ومش بس تفريزات وتحضيرات هتنفعك طول شهر رمضان، في السحور وفي الفطار كمان. يلا بينا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا انا عايزه لايكات كتيره قوي على الفيديو ده لان بجد تعبت فيه. يلا بينا ندخل على اول حاجه. انا عايزه اقول لكم ان انا في اليوم ده كان عندي شويه حاجات كده محطوطه في اكياس وحاجات عايزه تتفضى، فهفضيها معاكم وبالمره ناخد افكار من بعض. هنا انا كان عندي حوالي 4 كيلو من الدقيق. جبت برطمانات كده وابتديت ان انا افضيهم فيها، وحطيت هنا معلقه او حاجه ان انا اسحب بيها من البرطمان وكده. عايزه اقولك لو عايزه تحفظي الدقيق معاكي سنه سنتين تقدري تحفظيه بكل سهوله. ازاي بقى الطريقه؟ تحفظيه في التلاجة. حطيتهم في علبتين كده زي ما انتم شايفين، وبقى معايا كمان شويه، فحطيتهم في اكياس من اللي هي بتاعه اللبن دي، وبرضه هشيلهم في التلاجة. كده يبقى بند المعجنات خلصنا منه، وبند الدقيق بصفة عامة خلصنا منه. انت كده هتحطي الدقيق في التلاجة، لو حبيتي تسحبي منه اي حاجة بيكون الموضوع سهل معاكي لو في برطمان زي كده. وهسحب من البرطمان، واول لما البرطمان يخلص ببتدي ان انا افضي فيه كيس من اكياس اللبن دي. هنا برضو كان عندي كركديه، كان برضو محطوط في شنطه كده زي ما انتم شايفين، فقلت اخده احطه في برطمان. الكركديه ده انا عايزه اقول لكم هو جاي لي من عند امي يعني، والدقيق برضو جاي لي من عند مامتي، فمش شارياه يعني. مش عارفه هو سعره ايه السنه دي، بس عايزه اقول لكم انا بحبه جدا على فطار رمضان، على سفره رمضان وكده. ربنا يبلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. وكمان لسان العصفور ده كان حوالي 4 اكياس او 5 اكياس، حطيتهم برضو في البرطمان كده. وكمان كان عندي شويه رز كنت حطاهم في البرميل اللي هو الازرق اللي انتوا شفتوه معايا قبل كده كذا مره. وكان عندي الجردل ده مغسول ونضيف، حطيت جواه كيس بلاستيك كده، وحطيت زي ما انتوا شايفين كده المعلقه الكبيره دي علشان ابتدي اخد منها بعاير بيها حوالي 4، بيكون ده المقدار بتاعنا. فزي ما انتم شايفين كده اخدته وبعدين ربطته علشان برضو ايه يتحافظ عليه من الهواء وكده، وقفلت عليه. كمان كنت شارية عسل اسود، شارية كيلو، كان الكيلو بحوالي 55 جنيه. حطيته في البرطمان كده زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة. وانا عايزة اقول لكم ان الفيديو ده متصور على يومين، فهتلاقوني مش بنفس اللبس يعني طول الفيديو. تمام. فهنا اخدت برضو شوية بحيث ان لو حد حب ياخد من العسل وكده يبقى ده موجود. وكنت جايبه كمان كيلو من الجبنه القديمه كده. عايزه اقول لكم الكيلو في الجبنه ديت بحوالي 120 جنيه. كنت جايبه كيلو وحطيته في العلبه ديت وقطعته كده بحيث اللي يجي ياخد ايه قطعه واحده وخلاص. هحطهم بقى زي ما انتم شايفين كده وهشيلهم على جنب. كمان ابتديت ان انا اطلع الخضار اللي كان عندي في التلاجة. وكمان الخضار انا عايزه اقول لكم الخضار ده جاي على يومين او 3 ايام. يعني يوم لقيت زوجي يعني جايب لي بطاطس، ويوم تاني لقيته جايب لي البرتقان والفلفله، فاهمين؟ فقلت بقى ايه شويه خضار حلوين، فكره حلوه ان انا ابتدي اصور معاكم الفيديوهات اللي كلكم طلبتوها مني. وعايزه اقولك ده انسب وقت ان انت تفرزي فيه، اللي هو الوقت اللي احنا فيه ده قبل رمضان باسبوعين او حاجه، بحيث ان الحاجه برضو يبقى طعمها حلو وما تبداش بقى زي الناس اللي عملت قبلها بشهرين وقبلها ب3 شهور والكلام ده. كان عندي كمان كوسة، كوسة كيلو، فيها كيلو ونص ب10 جنيه. جبت دول كانوا حوالي تقريبا ب15 جنيه. بس عايزة اقول لكم الكوسة دي كانت في التلاجة علشان ما اكدبش عليكم. والطماطم كنت جايباها في نفس اليوم، كان كيلو ونص ب10. فضيت كل حاجة في الثباتات كده، وهاخد الثبت بتاعي واروح على الحوض واوديهم عند الحوض علشان ايه نغسلهم مع بعض برضو. كمان كان عندي ربطة الخاص الحلوة دي، ابتديت ان انا انضفها كده واشيل الزوايد اللي فيها، بس اكيد دي يعني مش هتتخزن، هنسيبها يا ولاد ايه, ناكل منها. بس المهم يعني غسلتها ونضفتها معاكم. ايه على فكره الورق اللي بيخرج ده ممكن تقدري تشيليه وتحطيه مثلا في اكياس، في كيس في الفريزر وتخرجيه بس زي ما هو كده، وتخرجيه تعملي منه محشي ورق الخاص بيبقى جميل برضو. المهم هنا انا ده في بند السحور، الخس والخضره، اي خضره بصفه عامه لازم أن يبقى عندك خضار كده، لان الخضار بيبقى فيه فوائد حلوة يعني بحيث ان هو يساعدنا على الصيام. جبت البولة الطبق بتاعي، الطبق ده، وحطيت فيه الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا
لقيت فيهم شوية طماطم مستويين كده، فاخدتهم حطيتهم في الشنطة دي، وحطيت عليهم قطعة من الفلفل الاحمر وشلتها في الفريزر زي ما هي كده. ديت بقى لو احتجتها في اي يوم هخرج. برضو هنخزن الطماطم مع بعض بطريقة تحفة هتعجبكم قوي. بس خليكي معايا لحد اخر الفيديو، ولو وصلت للجزء ده وما حطيتيش لايك يا ريت تنوريني بلايك، وتشتركي في القناة وتكبري عيلتنا الصغيرة اللي هتكبر بيكي بإذن الله. عايزة اقول لكم انا عملت فيديو تنظيفات تحفة للشقة، الفيديو الجاي ان شاء الله، أنا مش عايزة احرقه لكم، هنزله بعد ده باذن الله. المهم اخدت الكوسه غسلتها كده زي ما انتم شايفين، وعايزه اقول لكم مش عايزاكم تكتفوا نفسكم وتربطوا نفسكم مثلا وتقولوا ان احنا عايزين نعمل تفريزات تقوموا عاملين كل ده. انا عايزه اقول لك هي بتبقى راحه ان انت بتريحي نفسك يوم واحد وبتعملي المجهود كله في يوم واحد وترتاحي بعد كده بقى وتقعدي. انما انا مش عايزاكي ان انت تاخدي الموضوع يعني تحدي وكده وتعملي التفريزات في يوم واحد. لا، في يوم اعملي حاجة وما تحاوليش يعني تكتري على نفسك وتعملي مجهود جامد يعني وكده. خلصت غسيل الخضار بتاعي وجبت هنا البطاطس، هي زي ما انتم شايفين. البطاطس دي نوعها جميل قوي يا ولاد، كان الكيلو فيها ب12 جنيه، جبت حوالي 4 كيلو. كانوا ب40 جنيه، ب50 جنيه اسفة. وهنا الخضار كله شلته اهو. تعالوا هنا بقى نعمل الطاسة القمر ديت اللي مش هتستغنى عنها طول سحور رمضان. حطيت هنا وحدتين طماطم متقطعين، وقرن فلفل اخضر، وواحدة فلفل احمر، وحوالي 3 فصوص من التوم، وحطيت عليهم معلقة سمنة بلدي حلوة كده. بصوا، الخلطة دي ريحتها كانت قمر جايبة لآخر الدنيا. الطاسة ديت هتعمليها أول رمضان، هتعملي مثلا كمية حلوة وهتسيبيها لحد مثلا يومين ثلاثة. حطيت كمان معلقة من الصلصة. عايزة اقول لكم الصلصة ديت اللي انا بعملها معاكم، وبقول لكم انا حاطة العلبة في التلاجة بستعمل منها لما احب. دي الصلصة التقيلة وهنعملها دلوقتي مع بعض كلها. مرضتش اعمل التوم لوحده والخضار عليه لوحده علشان ايه ما يعملش حموضه وكده. حطيت عليه كمان معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره الناشفه، وبعدين قلبت زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لك الريحه كانت جايبه لاخر الدنيا. وطيت عليها النار شويه وبعدين طفيتهم بمعلقه من الخل او معلقتين حلوين كده من الخل، وابتديت ان انا اضيف عليهم الفول المدمس. طبعا الفول المدمس عملته معاكم كذا مره قبل كده، ولو بتشتريه لو انت مثلا شارياه من بره هتبتدي ان انت تجيبي مثلا حوالي 3 اكياس. لو انت بتجيبي كيس ابو 10 كيسين او 3 وتعمليهم في طاسة كبيرة وتبتدي ان انت تاخديهم. انا عايزة اقول لك الطريقة دي هتخليكي تدمني الفول المدمس كده لو ما بتاكلوش يعني. طريقة حلوة بجد وتبقى تحفة على سفرة السحور بتاعتك. وحطيت عليهم كده حوالي نص كوباية مية بحيث ان انا اظبط القوام بتاعه لانه هو كان جاي تقيل قوي، الفول اللي هو بتاع العربية ده. المهم خلصت كده زي ما انتم شايفين والمنظر كان قمر كده. المهم اخدتهم ورحت على علبة تلاجة، هتاخديهم تحطوهم في علبة تلاجة تسحبي منهم وقت ما تحتاجي منهم. اخدوا غلوة كده وبعدين حطيت عليهم حوالي معلقة من الملح لان دول كانوا كمية. كانوا حوالي 3 اكياس، 3 اكياس من الفول ده. انا عايزة اقول لكم انا شارياه من بره، لكن لو عايزة تعمليه في البيت عندك الطريقة على القناة هتعجبك قوي، طريقة سهلة. والافضل برضو ان احنا نعمله في البيت لان هو بيدي كمية حلوة. بس لو بتشتريه يعني مفيش اي مشكلة، اعمليه بالطريقة دي وشيليهم في علبة وحطوهم في التلاجة. ولما تحتاجي منهم بتبتدي ان انت تاخدي معلقتين كده في طاسة، او على حسب احتياجك بقى بتاخدي طبق، بتاخدي مثلا نص الكمية زي ما انت حابة. بس المهم ان انت بترتاحي من عمايل الفول. حطيت كمان على الوش شوية زيت زيتون ونص ليمونة كبيرة كده زي ما انت شايفين، وابتديت ان انا اقلبهم فيهم وهشيل العلبة ديت عندي كلها في التلاجة. تعالوا بقى على تحضيرات الخضار. تعالوا نشوف هنحضر الخضار ازاي وهنعمل كمية حلوة ازاي تفضل معانا. جبت هنا الكوسة زي ما انتم شايفين، ابتديت ان انا اقطعها كده. قطعتها شرايح رفيعة، لو حبيت احطها في صينية بطاطس وتقدري تقطعيها بالطريقة اللي انت حباها. انا بحب اقطعها بقشرها، هي الغذاء كله في القشر بتاعها. وممكن تعمليها
بالمقوار كده تبتدي ان انتي تخططيها كده وبعدين تقطعي. انا عملت دي شرايح بحيث لو دخلتها في صينية بطاطس او حبيتوا تعملوا خضار سوتيه، او لو حابة تضيفيها مثلا يبقى عندك كيس بسلة مثلا، وهتبتدي ان انت تطلعي معاه شوية من الكوسة دي وكمان شوية من البطاطس، ويبقى عندك احلى شوية شوربة خضار. كمان تقدري تقطعي اللي هي التقطيعات التقطيع اللي هي المكعبات اللي انا بقطعها دي، بحيث لو انت عملتي الخضار اللي هو الغاموس. انا عايزه اقول لكم رمضان السنه دي جاي، هنبقى محتاجين فيه سوائل كتير، لان احنا هنصوم في الشتاء، هيكون يعني هيكون فيه لسه الشتاء كان هيكون لسه موجود، فهنبقى محتاجين كمية يعني من الخضار جنبنا. يعني نبقى محتاجين اللي هو الاكل التقليدي، مش هنبقى محتاجين اللي هو النواشف يعني والكلام ده زي الصيف. رمضان لما بيبقى في الصيف بنبتدي ان احنا ننوع من النواشف يعني. انما احنا في الشتاء بنبتدي بقى ان احنا نكتر من موضوع الغموسات وكده، وما تحاوليش بقى تخلي الاكل ناشف، هيبقى فيه شرب كتير ونبقى محتاجين سوائل كتيرة عشان الصيام. هنا بقى انا شوفوا عملتها المقوار، عملتها زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين شكلها حلو ازاي المقور؟ يعني ابتديت ان انا اعملها كده اسحبها بس، ما قشرتهاش برضو تقشير كل. انا عايزه اقول لكم بقى طعمها حلو قوي بالقشر، بتبقى مسكره طعمها جميل. عملتها زي ما انتم شايفين كده وحطيتها في اطباق، وكملت بقيه الكميه بقى مع نفسي كده وعملتها برضو في اطباق. عملت معايا حوالي 4 اطباق دول، حوالي كيلو ونص. انا عايزه اقول لك احنا عيله 4 افراد بس. انا عايزه اقول لك الاطفال يعني يعتبروا ما بياكلوش. انا عندي هنا بنتي مش بتاكل، واحمد بيبي صغير لسه مولود. ولو انت عيله فردين يعني يعتبر فردين زي يعني انا وجوزي وكده، فانتي لو فردين هتعملي زي ما انا عملت كده كيلو ونص. شايفين عملوا معايا شويه حلوين، وبرضو عملت الطبق مليان بحيث ان انا لو خدت منه حاجه يبقى الطبق على قد الاكله، ما افضلش اعمل تاني وكده. شلتهم حطيتهم على جنب، وجبت هنا الخضار، بقية الخضار. هنا كان الفلفل الاخضر طبعا حطهم في مصفى بحيث ان هم ينشفوا، عشان اما اجي اشتغل فيهم يبقوا نشفوا وما عادش فيهم ميه. جيت على الطماطم هنا اهي. عايزه اقول لكم الطماطم حلوه قوي، ابتديت ان انا اشقها 2 كده. انا كنت عايزه احطها سليمه، بس رجعت قلت لا، واشتلت الزوايد منها وحطيتها اهي زي ما انتم شايفين. الطماطم بقى وانت بتسلقيها تقدري تحطي عليها بنجر، تقدري تحطي واحدة بنجر كده تقشريها وتحطها عليها، وتقدري كمان تحطي عليها فلفل احمر. اه تحطي شوية حلوين كده بيدولها لون تحفة يا ولاد. بصوا شايفين انا هنا حطيت واحدة من الفلفل الاحمر الكبيرة كده زي ما انتم شايفين، واخدتها على النار وحطيت عليها حوالي نص كوباية مية، ووطيت عليها النار وغطيت عليها. جيت على الجزر زي ما انتم شايفين كده، هبتدي ان انا اخده اقشره كله بالمقشره زي ما انتم شايفين. انا عايزه اقول لكم يا ولاد المقشره دي، اللي بيقول لي يا ولاد كلمه يا ولاد يعني ان هي مضايقاكوا وكده، خلاص يا بنات. يعني عايزه اقول لكم يعني هي بتطلع مني كده غصب عني وانا بتكلم. عايزه اقول لكم يا بنات ان المقشره ديت بتاعت نيسر دايسر، عايزه اقول لك حاميه قوي، اللي هي العلبه اللي هي بتاعت نيسر دايسر دي. انا عايزه اقول لك هي من زمان بس هي حلوه قوي بجد. اخدتها معايا كده زي ما انتم شايفين، وقشرت كميه الجزر كلها. دول كان حوالي كيلو من الجزر، كانوا شويه حلوين برضو. وبعدين قال له انا عامله منهم تفريزات برضو عندي في الفريزر، هقول لك تعملي بيهم ايه. انت بتبتدي تاخدي الواحده كده، تبتدي ان انت تقطعيها طرنشات او مكعبات زي ما انت حابه. دي بتاخدي منها تحط في الشوربه بتبقى تحفه. تحطيها مع الخضار بتبقى قمر برضو، تعملي شوربه خضار منها بتبقى قمر. تقدري برضو تعملي منها كذا حاجة. يعني انت عندك الحاجة وتصنفي منها كذا حاجة. وفي حد سألني على مربى الجزر، هعملها لكم بإذن الله. اول لما اجيب جزر بغر شوية دول هجيب وهعملها ان شاء الله قبل رمضان، نعمل شوية حلوين كده علشان السحور بتاع رمضان. جيت هنا واخدت كام واحدة جزر اللي هم الصغيرين، وحطيتهم كده بحيث ان انا اسلقهم. لو انت حابه تطلعي منهم على عصير البرتقال بقى يبقى سهل وتسحبي وتطلعي. انا عايزه اقول لكم زي ما انت شفتوا في اول فيديو كده ان انا كان عندي البرتقال بس ما رضيتش اعمل منه. لا قلت بقى هقدره كده، واحنا كده كده في رمضان هيكون موجود معانا البرتقال، فنعمل الحاجات اللي هتنفعني بس، والحاجات اللي يعني هتفك عني ازمه اعملها. غير كده بقى ما تقعديش تعملي
تكركبي على نفسك يعني وتعملي حاجات كده ملهاش لازمه. جبت هنا واحدتين كده من الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. هبتدي برضو ان انا هعمل طبقين هشيلهم على جنب. انا عايزه اقول لكم هو الفلفل الاخضر بصراحه والفلفل الالوان ما بيبقالوش روح قوي في الفريزر، بس انتي هتحطيه في الفريزر اخرك معاه شهر واحد وتخرجيه. هيبقى برضو ينجزك لو مثلا في يوم مستعجله بتعملي طاسه كبده مثلا، بتعملي اي خضار هتخرجيه هينفعك هيبقى جميل يعني. فانت لو عايزه تخزني فلفل الوان او فلفل اخضر ما تكتريش في الكميه، بس هو بصراحه بينجز. لو انت مثلا زي ما قلت لك عامله مثلا ورقه لحمه اي حاجه يعني بتحتاجيه ففلفل الوان او فلفل اخضر بينجز معاكي وبيبقى حلو. ممكن كمان تعملي طاسه كبد وقوانص كده، ممكن تيجي تعصجي لحمه هتلاقيه برضو موجود معاكي فاهمه. فانتي اعملي برضو كميه حلوه كده منه، ما تعمليش كتير بحيث ان اللي يا دوبك على قد شهر رمضان وخلاص يعني، بحيث انه يفضل معاك شهر رمضان وبس. وقطعي بقى التقطيعه اللي انت بتحبيها. انا قطعتها تقطيعه الشاورما كده. كمان لو حبيتي برضو شاورمه الفراخ وشاورمه اللحمه بيتعمل بيها بيبقى تحفه. فانتي هتقطعي شويه كده وتحطيهم على جنب مع التفريزات. انا عملت طبقين كده يبقى خلصنا من من شوية الخضار. وكمان الطماطم عندي على النار والجزر كمان حطها على النار بيتسلق. وتعالوا على البطاطس بقى. دول زي ما قلت لكم كانوا 4 كيلو، و قلت منهم واتأكدت مليون في المية ان نوعهم بطاطس تحمير. مليون في المية يعني. الطريقة دي لو مش متأكدة ان البطاطس بتاعتك تحمير ما تعمليهاش. تمام. هنا جبت البطاطس زي ما انتم شايفين، ابتديت ان انا اقطعها شرايح شرايح سميكة شوية. هنعمل البطاطس الفارم فريتس اللي بنشتريها الكيس بالشيء الفلاني، هنعملها تبقى جاهزة عندنا في الفريزر. الطريقة ديت انا عايزة اقول لك مضمونة، بس تتأكدي برضو اكد عليكم معلش هعيد المعلومة كذا مرة ان انتي البطاطس نوعها كويس. اخدتها زي ما انتم شايفين كده، غسلتها بعد ما قشرتها. انا قشرت الكمية كلها وغسلتها بعد ما قشرتها. وبعدين ابتديت ان انا اقطعها سميكه شويه علشان تستحمل اللي احنا هنعمله معاها يعني، ما تكونش رفيعه. اخدتها كده وقعدت على الارض على على الكرسي، لان بصراحه كنت عملت مجهود جبار في اليوم ده. وابتديت ان انا اقطعها كده بالطريقه اللي برتاح فيها. زي ما قلت لكم ما تحاولوش ان انتوا ترفعوها عشان هتقوم بايظه معاكي وتقوم مهروسه وانت بتسلقيها. هنا الميه ديت حطيت فيها نص كوبايه خل وحطيت فيها رشه من الملح. وعايزه اقول لكم البطاطس ما غسلتهاش من النشا بتاعتها. لو عايزه تغسليها من النشا بتاعتها ابتدي ان انت قلبي معلقتين نشا صغيرين في الميه. يعني قلبوهم في ميه كده على جنب في كوبايه ميه، وبعدين حطوهم في الميه اللي بتغلي دي. انما انا احتفظت بالنشا بتاعه الحله. وبعدين حطيت زي ما انتم شايفين عملت دفعه، وبعدين اخدتها حطيتها طلعتها في ميه سقعانه متلجه، ولو يكون فيها قطع تلج يستحسن يعني. اخدتها برضو فردتها على الفوطه زي ما انتم شايفين كده. وابتديت ان انا اسيبها ان هي تنشف. انا عايزه اقولك لازم تنشفيها على طول علشان توقفي التسويه بتاعتها. عملت الكمية التانية اهي. وانتي بتحطيها في المية بتحطيها حوالي 3 دقايق، من دقيقتين ل3 دقايق، ما تكتريش عن كده علشان ما تتهرسش معاكي وتستوى قوي وتتهرس معاكي وتقوم بايظة. اوعي تسيبيها مثلا وتروحي تعملي حاجة على جنب او كده، لا اعملي زي ما قلتلك كده، اعمليها حطيها 3 دقايق وبعدين شيليها. هخرج برضو الكمية ديت وهعملها بنفس الطريقة. تقدري تاخديها وتحطيها في مصفى تحت المية، وتحت المية السقعانة. طبعا الجو برد فالمية بتكون سقعانة. المهم عملتها هنا، ويا ريت المية تكون متلجة سقعانة من التلاجة يعني، وسلام بقى لو فيها مكعبات تلج. وعملت الكمية التانية زي ما قلتلك ما تغيبيش عليها. هنا عملت الكمية التانية شايفين تحفة يا ولاد بجد. الطريقة دي فظيعة ومريحة جدا وهتريحك. بس عايزة اقولك قبل ما تعمليها برضو اهم حاجة تتأكدي ان نوع البطاطس كويس. انا باكد عليكم في النقطة ديت لان الحاجة بجد بقت غالية، وانت مش على استعداد ان انت تعملي برضو كمية زي كده وتخسريها يعني لا قدر الله. اخدتهم بقى هنا في البولة زي ما انتم شايفين كده، وابتديت ان انا اغلفهم كلهم بالزيت. كانت ازازة الزيت خلصت فروحت اجيب واحدة تانية. حطيت حوالي نص كوباية زيت كده على كمية على 4 كيلو بصراحة يعني مش كتير. قلبتها بقى واخدتها على الاطباق كده زي ما انتم شايفين. وتقدري كمان تحطيها
في اكياس تلاجة زي ما هعمل دلوقتي برضو. وبرضو تقدري تحطها في كيس كبير كده بحيث ان هي ايه زي تبقى زي اللي مشرية من بره. خلصتها بقى وحطيتها على جنب. جيت هنا انا كنت عايزة اعمل الدقة دي اللي هي بتبقى فلفل اخضر وفلفل احمر وتوم. فانا قلت بقى هعملها في المطحنة. فالمطحنة بصراحة ما اسعفتنيش، وانتوا عارفين طبعا ان الكبة بتاعتي بايظة. جبت الخلاط وحطيت فيه الفلفل الاخضر وفلفل احمر، وحطيت فيه شويه من التوم كده، حوالي راسين 3 كده من التوم. وحطيت فيه شويه من الخل، وحطيت شويه زيت. ما حطيتش ولا نقطه ميه. عايزه اقولك التتبيله دي تحفه. في لو عامله بطاطس مخلله، لو هتحشي بيها بدنجان، بدنجان مخلل. لو عايزه تعمليها مثلا على السمك، البوري المشوي، اي سمك بانواعه يعني مشوي. عايزه اقولك الطريقه دي بجد تحفه. جربيها برضو هتعجبك. هي بصوا لونها ما ظبطش، يعني انا كنت عايزاها تكون اللي هي بتكون قطع وكده، بس يعني قدر الله ما شاء فعل، هي حلوه برضو. واعمل لكم منها برضو حاجه حلوه بملح هتعجبكم المره الجايه. وده الجزر اللي سلقته اهوت بتاع عصير البرتقال. يبقى موجود عندي لو حبيت اعمل عصير برتقال وكده. هسحب الكميه اللي انا محتاجاها واعمل منها. طبعا اعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها بقى. تاخدي طبق صغير كده وتعملي بيه العصير. اعملي بقى زي ما انت حابه 2 كيلو جزر زي ما انت حابه. شوفي هتعملي عصير قد ايه، وشوفي لو بتحبوا عصير البرتقال بالجزر ولا لا. اعملي الكميه اللي تريحك. هنا كانت الصلصة خلصت وضربتها اهي في الخلاط. وحطيتها في اكياس كده زي ما انتم شايفين. انا الاكياس ديت الصغيرة انا جايبة اللي هي الاكياس بتاعة الفول، لان الكياس الكبيرة شوية بيتهدر فيها جامد. فالكيس ده بيكون حلو يعني على قد استعمالي مرة واحدة. شوفي انت بتستعملي صلصة قد ايه، وابتدي حطي بناء عليه. عملت برضو كمية حلوة كده من الصلصة واشتلتها. دي الأساسيات، يعتبر دي الأساسيات بتاعتنا بتاعت الأكل بتاعنا المصري. دي الأساسيات بتاعت الطبيخ بتاعنا. وخلصت الكمية كلها اهي زي ما انتوا شايفين، واخدتها ربطتها. لو وصلت للجزء ده من الفيديو لسه ما حطيتيش اللايك، يا ريت تنورني باللايك والاشتراك بتاعك. وهنا ده كان حصاد اليوم بتاعي. انا عايزه اقول لكم ده غير الحاجات اللي خزنتها وشلتها على جنب. ده غير الحاجات اللي انا بعملها يوميا كده مع نفسي. زي ما قلت لكم اي حاجه، اي نوع خضار حابه تخزنه منه مفيش اي مشكله. دي حاجات بسيطه كده حبيت افيدكم بيها ونفيد ونستفيد من بعض. ولو عندكم اي تعليق او اي كومنت يا ريت تسيبوه لي تحت. ولو عندكم اي سؤال يشرفني انكم تسالوه لي. بشكركم لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو، بشكركم على حسن المتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس هنا هسيبكم بقى ايه، وانا بقفل الخضار كده علشان اشيله على الفريزر.